الحقوني يا جدعان، حد يلحقني يا جدعان، مراتي بتروح مني. ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ اتفضل. مراتي بسرعة يا دكتور وبتروح مني، الحقني. ايه ده بس يا باشمهندس؟ ثواني اكشف عليها كله يبقى تمام. لا يا دكتور انا مش مهندس، انا اصلا نجار. قول لي يا رياسي. منور يا رياسي. نجار موبيليا ولا نجار باب وشباك بقى؟ مين ده على ده يا باشا؟ انا فنان شامل. اللي انت منين يا حبيب اخوك؟ انا من كفر البطيخ يا عمنا. تعرف حد هناك؟ اه يا عم اجدع ناس، كلهم حبايبني، بس انا واخد على خاطري منكم. ليه بس كده يا حبيب اخوك؟ ده احنا ناس طيبين يعني. بقى راجل اجي الصيف اللي فات اخد منكم 10 بطيخات قلبشوا الاقيهم كلهم قرع. هتلاقي الحلاق واخد لهم زلبطه بس بقى يا حبيب اخوك. ده انا اللي هقلعك زلبطه وامشيكوا دمياط كلها انت وهو. انتوا سايبيني فاقده الوعي وعمالين تسيروا. اه صحيح نسيتك. الحق يا دكتور مراتي بتروح مني، شوف حاجه تعجل امرها عشان ما تتعذبش. تعجل بامر مين؟ عذبوك من تحت بطاطك يا بعيد. مش عايزك تقلق خالص يا رياسي، كله تحت الكنترول. بتتصرف يا دكتور، اعمل لي اي حاجه، ركب لي محلول ولا علق لي كلوكوز. والله يا مدام انا كان نفسي اساعدك، بس انا والله دكتور سنان. قولوا الاله، صدق اول مره اعرف الموضوع ده. اول مره يا جدعان حرام عليكم. بقالي 3 سنين بقنعكم ان انا دكتور سنان. مره تقولي في ولادي، مره تقولي مش عارف في ايه، وكل مره تتفاجئوا برضه. طب ماشي يا عم اتصرف، اعمل اي حاجه، يخلع لها درسها مثلا. يا مستر شوقي صدقني انت لازم تروح لدكتور بشري، انا مش دكتور بشري. يا جدع القرآن ما في حد غريب يكشف على مراتي، ده انت دكتور الحته يا جدع. نفس حوار كل مره، مفيش فايده. حصل ايه معاك يا مدام؟ انت عبيط يا دكتور ولا ايه؟ انا بقولك مغمى علي، يعني مش عارفه اتكلم معاك. اسال شقشقه. ابدا يا دكتور والله، بتقول لي هات 500 جنيه عشان اروح للكوافير. كداب، قلت لك هات 300 بس. قلت لها تعالى اوديك لابو حمدي ومش هياخد اكتر من 3 جنيه ونص. والله كلمة مني على كلمتين مني، راحت مكلمة صباح صاحبتها في التليفون ومعرفش اللي تلاقي ايه، لقيتها استحى على الارض. وصباح قالت لك ايه يا مدام؟ قالت لي اعملي نفسك مغمى عليكي ولبسيه مصيبه. طب انت عامله ايه دلوقتي يا مدام؟ واحده مغمى عليها تبقى عامله ايه يعني؟ اديها اي حاجة يا دكتور والنبي عشان نرتاح، واخد بالك. طيب بص يا مدام، انا هديك 500 جنيه ولا 300 جنيه بتوع الكوافير وتمشوا من هنا، ايه رايك؟ ياه، ده دكتور شاطر قوي يا شاشات، ده الواحد ردت فيه الروح تاني. الله يبارك لك يا دكتورة، كل ما تغمى عليك هتجيبها لك، ولا احتمال يغمى عليها بكرة ان شاء الله.